يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه. النهارده بقى يا جماعه هقول لكم على المحلول نقع للبط او للديك الرومي، حلو جدا. يلا السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي بطايه كده جبتها غسلتها بليمون ودقيق وملح كويس جدا. بصوا خليتها بافتة. هنجيب بقى عصير برتقانية واحدة، وهنعصر ليمونتين، ونحط القشر بتاعهم، ونحط كمان قشر البرتقان. طبعا البرتقان ده مغسول يا بنات، وحته بصلايه صغنططه كده، وعود قرفه، وعودين حبهان، وممكن تحطي ورقتين لوري، وحطيت كرفس وملح وسكر. ده احلى محلول نقع للديك الرومي او للبط. انتوا عارفين ان البط زفر طبعا، فبيكون عايز محلول نقع حلو جدا عشان تاكلي بط بقى من الاخر. دي بط العابد يا جماعه، مش بطايه بلدي والله، بط العابد. جميل جدا وحلو قوي، بس اعملي له المحلول ده وهتدعي لي بجد. هنا بقى جبت طماطم وبصل، وهحط حبهان ورق لوري وبصل وطماطم وفلفل اسمر وملح. طبعا اوعي تنسي الملح. ضربتهم كويس جدا. هنحط بقى المية على البوتاجاز، فيها ورق لوري وحبهان وقشر برتقان وكرفس وال11 بهار و10 وفلفل اسمر وملح. بصوا بقى اتنقعت. بصوا انا اهم حاجة عندي تنقعيها يا اما قبلها بيوم يا اما تنقعيها 4 ساعات. بصوا شكل البطاية اصلا تحفة. وتجيبي بقى الخلطة اللي احنا عملناها دي، وتحطي من جوه ومن بره، ولو في تحت الجلد حطي تحت الجلد ومن بره، ودعكي بقى كويس كده. بصوا عايزاكوا بقى تدعكوها دعكة محترمة. المية دي فيها كرفس وقشر برتقان، وفيها ملح، وفيها فلفل اسمر، وفيها كمان ورق لوري وحبهان. وتحطي بقى بعد ما تغلي تحطي البطايه. طبعا بط يعني محشي، مع البط لازم يكون محشي. حشيت ورق عنب وحشيت بتنجان وفلفل. وطبعا انا عملت معاكم المحشي ده قبل كده كذا مره، فقلت النهارده بصوا الشوربه. بصوا الشوربه بتتحدث عن نفسها، مش هتكلم. انتوا شايفين البطه كده استوت، وما شاء الله الشوربه بتاعتها تحفه، جميله جدا جدا جدا، وطعمها يجنن. عملت كمان شوربه خضار بالشعريه. هنا بقى هعمل دهان كده للبطايه قبل ما ادخلها الفرن. حطيت معلقه صلصه، وهاخد بقى شويه سمنيه من بتاعه البط اللي في الشوربه، وحطيت كمان فلفل اسمر وملح بس، وندهن البطايه وندخلها الفرن تحت الشوايه. وهنا بقى اللحظه الحاسمه. ده كوسه وبتنجان وفلفل والورق العنب، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اتفضلوا معانا يا جماعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. جربي المحلول النقع ده هيعجبك جدا، وجربي الطريقه دي بجد، هتطلعي البط مش زفر ابدا، وهتاكلي احلى بط في الدنيا. بصوا شكل البطايه بقى بعد ما اتحمرت في الفرن بيتحدث عن نفسه، جميله جدا جدا، حلوة قوي يا جماعة. جربوها بجد بجد مش تندموا ابدا. تنفع كمان محلول النقع ده للفراخ، تنفع كمان للديك الرومي.